سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه بلال. البنات اليوم جبت لكم واحد الغريبه اللي كتجي اقتصاديه وفي نفس الوقت كتعطيك واحد الكميه كثيره بزاف، كتوصل معك حتى ل 100 حبه او اكثر. والمقادير ديالها جد بسيطه، وفي نفس الوقت المذاق ديالها كيجي يا سلام. هنا فينا البنات عندي واحد البواطه ديال الزبده. المهم يمكن لك تستعملي المارغرين، انايا كنستعمل هذه. كتجي المذاق ديالها زوين والاختيار كيبقى لك ديالك نتيا. كان كنشد واحد 4 البيضات. المهم راه عندي 4 وريتهم لكم هنا. كنزيدهم حتى هما، كندير 4 ديال البيضات البنات. بالنسبه للبنات الكوك، يمكن لك ديري 2 كيسان او كاس ونص او كاس. انا تقريبا درت شي كاس ونص بحال هكاك. هنا فينا البنات درت السنيده، كنعبر 2 كيسان، ما درتش كاس ديال العنبه حيت ما تنبغيهاش حلوه بزاف. هنا فينا البنات كنزيد واحد الفانيلا. صافي غادي ندير شويه، غادي ندير لهم الطراب ولا ديريهم في المونينكس. الاختيار كيبقى لك انت. انا غادي ندير لهم الطراب هنا، نطربهم غير هنا. غندير واحد القبصه ديال الملح. صافي غادي نطربهم هنا مزيان. حتى يتجانسوا دوك المقادير مع بعضياتهم، وديك الزبده حتى هي تذوب مزيان. ملي كتذوب البنات مزيان كتزيدي الطحين واحد الكميه كثيره باش كتخرج لك الحلوى كثيره بزاف تبارك الله، راه كتخرج واحد الحجم يا سلام. هنا فينا البنات غادي نزيد 2 كيسان ديال الزيت، 2 البنات. ما عمرش بديال العنبه، كنعبر غير بكاس عادي. وكيخرج داكشي هو هذاك. ممكن تخرج واحد الكميه كثيره بزاف تبارك الله. غادي نبقى نطرب هادشي مزيان حتى يولي كريمي. المهم انا غنبقى معاه هكا حتى يطرب مزيان. صافي البنات، هنا بعد ما طرب ولا كريمي غادي نحبس عليه. هنا فينا البنات كنزيد هذاك الكوك، كديري واحد الكاس او نص او 2 كيسان ديال الكوك، ولكن البنات الكوك يكون 100 دم باش يجي زوين. الا كان ناشف راه ينشف لك العجينه، من الاحسن يكون داك الكوك 100 دم. هنا فينا البنات كنشد واحد الحامضه، ما درتش ليمونه درت حامضه. كنحك لها القشره ديالها كنحكها بالحكاكه الرقيقه هكا وسط الخليط. كتعطي واحد اللوغو زوين في الحلوى. هنا البنات عندي 2 خمارات اللي غادي ندير، واخا العجين كتخرج العجينه بزاف، المهم 2 خمارات غنكتفي بهم. صافي هنا البنات غادي نبقى نزيد الطحين بشويه ماشي دفعه واحده. حتى نشوف العجين اللي انا باغيه، واش ثقيل ولا خفيف ولا متوسط. المهم نتوما غتبقاو معايا غتشوفوا كلشي. غنبقى نزيد دقيق بشويه. هنا فين البنات راه باقي خاصه الدقيق، هنا فين تبارك الله راه كتخرج. غادي نعاود نزيد وحده اخرى عاوتاني، كبيت الدقيق عاوتاني واحد الباله. البنات انا الطحين راني مغربلاه من قبل، حاطاه غير في واحد الطبسيل. هنا فين البنات غادي نزيد الدقيق مازال. صافي هنا فين غادي نكتفي غير بهاد الدقيق. صافي ما غاديش نبقى نزيد، حيت ما بغيتيش تكون قاصحه، تكون مرخيه شويه، ولكن في نفس الوقت كتكور لك في يدك. ملي كتبغي تكوريها كتجمع، ما تكونش كتلصق لك في يدك ولا. صافي انا غنكمل على هاد الطريقه تنجمع العجين ديالي مزيان. ملي كتذوبي الزبده بالطراب كتجي ساهله باش دغيا تعجنيها بالزربه، كتشدش معك الوقت بزاف.
حنت الزبده اصلا دايبه، ذوبتها غير بالطراب، طحنتها مزيان. صافي البنات كنجرب بحال هكا، كنشوف واش كتكور باش ما تكونش كتلصق في اليد. صافي وغادي نشكلها كويرات صغار بحال هكا. المهم البنات هذاك الورق ديال الزبده حنت يلاه صوبت به واحد الحلوه، ما رميتوش، يلا صوبتها به. ومن بعد تاني تبعتها هذه من وراها، ما كاينلاش اللوح البنات، صافي خليت غير هذاك الاولاني عاود طيبت فيه تاني الحلوه الثانيه. البنات بالنسبه للحجم ديال الكويرات كيبقى لك الاختيار ديالك، انت ديريه كبير ولا صغير، هذا كيبقى على حسب الذوق ديالك انت. هنا فين درت كويرات ما هما كبار ما هما صغار، متوسطين الحجم، كلهم يكونون في نفس الحجم. بالنسبه للبنات سميتو باش غادي ندير في الوسط ديالها اللوز ولا الكركاع، كيبقى اختيارك انت، اللوز ولا كاوكاو عفوا، كيبقى الاختيار ديالك انتيا. انا درت كاوكاو، مكانش متوفر عندي اللوز، ولكن من الاحسن كيجي اللوز عطي واحد الشكل زوين، وحتى كاوكاو لا باس به. هنا فين البنات درت واحد البيضه كامله وزدت عليها نيسكافي، قهوه سريعه الذوبان كما قلت لكم البنات، زدت عليها نيسكافي. المهم غادي نخلطها مزيان مزيان، ومن بعد غنخليها باش ندهن بها الحلوه. هنا البنات كنشد كاوكاو حمر رقيق، من الاحسن الا ما درتيش اللوز ديري كاوكاو حمر رقيق، هو اللي غادي تديريه في الحلوه. والفران غادي يكون، انا دابا الفران شعلته يكون الفران سخون. من بعد غادي نطفيه من ندخلها الفران، غادي نطفي العافيه من الفوق، وغادي نهز الطاوه كما كندير انا في الطياب ديال الحلوه باش كتجيني الحلوه زوينه، كتجي طايبه في لون واحد كلها من التحت ومن الفوق كتجي في نفس اللون. كنهز اللاطه كنحطها في البلاصه ديال الحلوه الفوق، ماشي في البلاصه اللي كنرمو فيها الخبز. بالنسبه انا عندي فران ديال الغاز، ما كنحطهاش في البلاصه اللي فيها الخبز نيشان، كنهزها نحطها في البلاصه اللي كندير فيها انا الحلوه الفوق، فين كطيب الحلوه اصلا. وكنطفي عليها الفران من الفوق غير واحد شويه بين ما سخن، ملي كتدخل بحال داك الصهد هو اللي كيخليها توقف واحد الشيء من الفوق، ملي كتنفخ بحال كتفرقع واحد شويه، ما كتفرقعش البنات بزاف ولكن غير شويه. كنخلي البوطه مهيله من التحت منقوصه وصافي، وكنخليها الفوق وما كتحرق ليا لا من التحت لا من الفوق، كطيب كلها في نفس اللون. من بعد كنبقى نقلب فيها، الا بانت ليا وقفات وقلبتها من التحت ولقيتها حمارت واحد شويه من التحت، صافي كنهبطها لتحت باش نكمل لها الطياب ديالها من الفوق. كنهبطها لتحت صافي باش تحمر من الفوق في نفس اللون، كلها كتحمر في نفس اللون. صافي البنات انا فين راني دهنت الحلوه ديالي بالبيض ونسكافي. هنا فين البنات انا راني طيبت الحلوه، خرجت ليا جوج ديال اللاطات ديال الحلوه، تبارك الله خرجت ليا واحد 100 ولا اكثر ديال الحبات. الشكل ديالها كيجي زوين، وكما قلت لكم المقادير ديالها راه ماشي شي حاجه مكلفه بزاف، ولكن في نفس الوقت راه كتخرج لك الحلوه نيت بزاف. كتجي الحلوه ديالها لذيذه بالكوك، اللي كيعجبو الكوك انا كيعجبني الكوك، كتجي الحلوه لذيذه. هانتوما البنات حتى من التحت راها محمره، انا كتعجبني الحلوه تكون محمره، ما تعجبنيش الحلوه تكون هكا بيضاء ولا شنو. ولكن البنات راه بديك الطريقه اللي كندير لها ديال الطياب كطيب حتى من الداخل، كطيب على خاطرها. يلا البنات بالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله بشي فيديو جديد، ما تنساونيش من اللايكات والاشتراك.